اضطرت صحيفة الإمارات اليوم التي تصدر من إمارة دبي إلى حذف عنوان نشره موقعها الإلكتروني عقب مباراة العين والوحدة ضمن كأس رابطة الأندية الإماراتية لكرة القدم. وجاء حذف العنوان عقب احتجاج كثير من القراء عليه، واعتبروه مسيئا للمهاجم السعودي ياسر القحطاني الذي يدافع عن ألوان نادي العين. وأثار العنوان الذي نشرته الصحيفة ردة فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بحذف العنوان والاعتذار للاعب. عن هذا يلتحق بنا الآن هاتفيا رئيس القسم الرياضي في صحيفة الإمارات اليوم أحمد أبو الشايب. مساء الخير سيد أحمد. من أجاز نشر هذا العنوان؟ اولا استاذ، يعني اود ان اوضح نقطه معينه، ان هذا العنوان وهذا الموضوع نشر على موقع صحيفه الامارات اليوم الالكتروني، ولم ينشر على الصفحات على صدر الصفحات. نعم. وتم نشره لمده ساعه ثم تم تعديله. من اجاز نشر هذا العنوان؟ اولا يعني اجازه نشر هذا العنوان هو يعني عن طريق الموقع الالكتروني لدينا هنا، يعني الصحيفه تعمل ضمن اتجاهين، اتجاه الموقع الالكتروني وله اداره معينه، والاتجاه الصحيفه وله اداره ايضا معينه مختلفه. الان هذا الموضوع يعني اخذ حيز اكبر من حجمه انا بعتقد. يعني هناك بعض الجماهير ايدت هذا الطرح، وهناك من اختلف مع هذا الطرح. نعم. واعتبره الى اللاعب ياسر القحطاني، وهناك ايضا من اعتبره يعني موضوعا يعني اخذ بعدا زائدا عن حده. طيب ما رايك سيد احمد؟ هل هو مسيء هذا المانشيت؟ أنا برأيي الشخصي هو موضوع عادي، ليس مسيء للاعب، لأنه أولا الجماهير هتفت بهذا الهتاف. إذا لماذا حذفتم العنوان إذا لم يكن هو مسيء؟ نعم سأقول لك. الآن نحن عندما وضعنا هذا الخبر على موقع الصحيفة الإلكتروني، نعم. تعرف أنت عندما يكون الموضوع منشور إلكترونيا تستطيع أن تتحكم به. نعم. يعني لديك القدرة أن تغير العنوان وتغير المادة وأن تحذف المادة إذا أردت، بينما إذا نشر هذا الخبر في الصحيفة على الورقية فإن مسألة التعديل تكون مسألة طبعا صعبة. الآن عندما وضعنا هذا الموضوع لمدة ساعة جاءتنا اتصالات يعني جماهيرية كبيرة، منهم من أيد هذا الموضوع، منهم من عارضه. فإحنا يعني استجابة لرغبة الجماهير التي طالبت بأن هذا الموضوع ممكن أن يسيء للاعب ياسر القحطاني، فقررنا في الصحيفة أن نعدل الموضوع. طيب سيد أحمد، يعني إذا حذف هذا الموضوع لا يعتبر اعتذارا للاعب السعودي ياسر القحطاني؟ يعني لم نخطئ في حق اللاعب السعودي. اولا يعني هناك من يحاول ان يعني يعتبرنا اخطانا في حق هذا اللاعب. نحن لكن بعض الجماهير اعتبرت ما نشر في الصحيفه مستفز اكثر من كونه عنوان يعني مثير للجدل. ما هو احنا يعني دليل على انه نحن لا نريد ان نستفز الجماهير، ولا نريد ان نصيد في الماء العكر، ولا نريد ان نسيء للاعب، ولا نريد ان نسيء لاي شخص. حذفنا الموضوع وعدلناه حتى يعني نفهم بطريقه صحيحه، لا نفهم بطريقه سيئة أو نفهم بالمعنى الذي يريد أن يقوله البعض الآخر. نعم. فبالتالي تم تعديل هذا الموضوع حتى لا يفهم أننا نحن نريد أن نصيد في الماء. لو أردنا كما يقولون بأننا نريد أن نسيء للاعب. طيب سيد أحمد، ما مصدر هذا العنوان؟ من أين أتيتم به؟ هذا العنوان أولا نقلا يعني عن المباراة. الصحفي نعم. الذي قام بتغطية المباراة سمع هتافات الجماهير داخل الملعب ونقلها، وهذه هتافات أصلا يعني أود أن أوضح موضوع مهم جدا. هذه الهتافات لا تقال في الامارات يعني لاول مره، هذه هتافات اصلا نقلها الجمهور الاماراتي من الجمهور السعودي، وهتفت في الملاعب السعوديه وهي موجوده اصلا والكل يعرفها. طيب افهم من كلامك بالنسبه لكم لا باس من ان تقلد الغير حتى في الامور السلبيه. كيف نقلد يعني؟ وضح. نعم، يعني انتم كل ما يقوله الجمهور تنقلونه حتى في الصحف؟ لا انت اولا كصحفي مطلوب منك ان تنقل الخبر بطريقه بامانه ومصداقيه، وتضع الحقيقه امام المشاهد بشكل يعني مجرد، لا تتدخل في الخبر. هل انت تستطيع ان تتدخل في خبر حتى لو كانت هتافات مسيئه سيد احمد؟ اذا كان هي هتافات ليست مسيئه، يعني اذا احد يعرف ماذا يقصد الجمهور. نعم. هو هتف هذا الجمهور هتف بالالاف ولم يهتف بشخص او يهتف مثلا شخصين او ثلاثه. يعني هل انت تستطيع ان تكتب خبرا لمجرد انك تختلف مع هذا الخبر بوجهه نظرك؟ لا تستطيع. نعم سيد احمد ابو الشايب، لم يزل او لم يكن لدينا الوقت الكافي. شكرا جزيلا لك.